يقولون أن هناك برنامج يدعى فخفخينة يذاع على راديو إنترنت على سطح كوكب الأرض الملعونة. الراديو اسمه راديو بوسطل. يا إلهي، وهل يصل إرساله إليكم في كوكب المريخ؟ إن إرسالهم جيد جدا، أسمعه بكل وضوح طوال النهار. كنت أتوقع أن إرسالهم يتوقف عندنا فقط في أول حلقة من برنامجنا الجديد فخفخينة. يا إلهي، إن فخفخينة قد بدأ الآن. إذن بتركبي معي في مكوك ونهبط إلى كوكب الأرض ونقتحم سوا هذا الاستوديو. رقمنا 26 90 66 81. ده رقم تليفوننا على راديو بص وطل، واللي بننتظر من خلاله مداخلاتكم وتعليقاتكم على موضوعنا النهارده. تعالوا، في ايه؟ ايه الدخان ده؟ دخان كتير قوي. لا في ايه؟ ايه ده؟ عبد الله اختفى. مش قادر. عبد الله، ايه ده؟ ايه اللي بص لنا من ورا الازاز دول؟ الحقونا عبد الله، الحقونا عبد الله، عبد الله. ما هذا الاستوديو الجميل؟ إنه حقا رائع. لماذا هاني وطعيمة انزعجوا إلى هذا الحد منا؟ لا أعلم، أهكذا يعاملون معجبيهم؟ إنها فرصة جميلة، هيا نقدم نحن البرنامج. فخفخين مع محمد طعيمة وهاني عبد الناصر، كل 2 و4 من 11 ل1 بالليل. فخفخين على أقوى راديو إنترنت، راديو بص وطل. ورجعنا لكم أصدقائنا، أصدقاء راديو بص وطل وأصدقاء فخفخينة. خلينا نقدم الفقرة. اصبر احنا هنجري. ورجعنا لكم، والفقرة اللي بتنتظروها كلكم كل يوم 4، فقرة جاتو وبسلة. الحقيقة النهاردة احنا بنقدم لكم سبق إعلامي بتنفرد بيه أو بينفرد بيه راديو بص وطل، وبينفرد بيه برنامج فخفخينة. عايز أتكلم سبق إعلامي لأنها أول مرة هذه السابقة أو هذه الواقعة تحصل في أي جهاز إعلامي، هو لقاء مع كائن فضائي. فاكرين يا جماعة الكائنات الفضائية اللي احنا لسه سامعين في البرومو من شوية، اللي هبطوا علينا من كوكب آخر، كانوا معجبين جدا بالراديو بتاعنا ومعجبين ببرنامجنا فخفخينة، فهبطوا علينا من كوكب آخر واستولوا على الراديو وعلى الاستوديو وقرروا ان هم يقدموا البرنامج. احنا طبعا دخلنا معاهم في مفاوضات طويلة جدا لغاية ما اقنعناهم ان احنا يعني يسيبونا نقدم البرنامج، بس من آن لآخر ممكن نستضيف حد منهم، ممكن ناخد رأيهم في حاجات، يشاركونا في الإعداد، ممكن مرة يقعدوا مطرح عبد الله على الميكسر. يعني حاولنا نوصل لمجموعة من الاتفاقات، يعني الكومبرومايزز كده. فالنهاردة الحقيقة كان لا مفر ولا ملاذ من ان انا استضيف اللي انتوا سامعينه جنبي ده، احد الكائنين اللطاف الظراف الرائعين المميزين اللي هبطوا على الراديو بتاعنا. النهاردة هنستضيف نجم نجوم الفضاء الخارجي بوسطولو. مرحبا بك يا هاني، ومرحبا بكل مستمعي راديو بص وطل. مرحبا بك يا بوسطولو. الحقيقة أنا سعيد جدا إن أنا بنفرد بهذا السبق الإعلامي. إنني أموت جدا في الكوميديا. ألهذا هبطتم إلى كوكبنا؟ هاني، أتذكر حين اختطفناك أنت والمدعو طعيمة؟ ده يوم يتنسي؟ طبعا. أتذكر ماذا فعلنا بكم هناك؟ ده كمان ما يتنسيش. لا تنسى هذا الحادث، ممكن أن يتكرر في أي وقت. ده تهديدات على الهوا. طيب عموما يا جماعة، النهاردة أنا مستضيف بوسطولو علشان موضوع يهم كل مصري. طبعا كلنا سمعنا للأسف الشديد عن الحادث المؤلم اللي حصل في مدينة الأقصر امبارح، حادث سقوط منطاد اللي هو البالون يعني، وكان على متنه 22 سائح بالإضافة للطيار اللي بيقوم بقيادة هذا المنطاد. الحقيقة أنا استضفت بوسطولو النهاردة لأن عندي إحساس داخلي
مش عايز اصارحكم بيه النهارده دلوقتي، يعني انا عايزكم تستشفوه زيي. يعني انا هحاول اتحاور مع بوستولو عن الموضوع وانكشه كده، يمكن انا وانتوا نوصل لحاجه. بوستولو، نعم يا هاني. انا عايز اسالك سؤال. تفضل. وانتوا في الكواكب بتاعتكم فوق بتشوفونا ازاي؟ يعني احنا بنبقى يعني شايفيننا من فوق، فبتشوفوا الطيارات بتاعتنا والحاجات اللي بتطير والمنطاد البالونز والحاجات الحلوه دي، بتشوفوها ازاي؟ يا هاني، نراكم كائنات بسيطة ضئيلة الحجم وضئيلة التفكير وضئيلة في كل حاجة. طب بالنسبه للبالونز اللي هي المنطاد، نعم. يعني ما بتستفزكوش شويه؟ لقد استفزني هذا البالون كثيرا. إنه يطير في الفضاء، إنه يخيم علينا ويمر من أمام كوكبنا. ولقد رأيت في هذا المنطاد سيدة ذات شعر مجعد. لقد تضايقت كثيرا يا هاني وقمت بثقب هذا البالون. يبقى انا كده وصلت للسبق اللي كنت عاوزه. انا وصلت للسبق يا جدعان. كده عرفنا مين اللي خرم البالون. انت اللي عملتها يا بوستولو؟ أتذكر يا هاني حين اختطفناك؟ لا تنسى هذا اليوم، من الممكن أن يتكرر. ما خلاص بقى، انت هتكسر عيني. ما خلصنا بقى خلاص، اللي فات مات. وبعدين انا عايز افهم كل اصدقائي حاجه. اوعوا تعتقدوا ان انا سعيد باللقاء ده. يعني انا قاعد مجبر عشان تبقوا فاهمين. انا وعبد الله وكل اداره الراديو احنا مسيرين، يعني احنا ما فيش في ايدنا اي حاجه. انتوا مش متخيلين دول ممكن يعملوا ايه يا جماعه. انا مش قادر احكي لكم هنتعامل فين يا انا وطعيمه، يعني مش قادر، مش عايز افتكر اصلا. طب تسمح لي اخد بعض تعليقات اصدقائنا يعني؟ سريعا، إنني أحب كل مستمعي راديو بوستوتول، والله هم وجئت كمان. اليوم كي أكون معكم. من يريدني فليقول بوستولو وسأكون عنده في خلال دقيقة. ما حدش ما تقولوش بيقول هيجي لكم بعد دقيقه. وعلى فكره يعملها، يعني ممكن يبقى قاعد معايا وعندكم في نفس الوقت. ما حدش يسالني ازاي. نعم. في برنسس نودي بتمسي عليك، ديفرنت جيرل كمان، وسهيلة العطار، سحايب شوق، وستوب انا اصلا التوب. التوب دي إنها من كوكبنا، هذا الاسم ليس غريب علي. ستوب انا اصلا التوب. نعم. لا كوكبكم رائع فعلا. واحمد الالفي كمان بيمسي عليك يا بوستولو. احمد الالفي صديق البرنامج. الحقيقه في عندنا بعض الكومنتس. سحايب شوق بتقول بتستضيفون بعد اللي عملوه فيكم، منورين يا بوستولو. شكرا لك يا سحايب. هل أنت أيضا من الفضاء اسمك سحايب؟ وديفرنت جيرل بتقول لك صباح الجمال لعيونكم. أنا عندي 6 أعين، أي أعين فيهم؟ انت قصدك، طب ممكن تحددي بس، عشان هو في 2 قدام و2 ورا. أم الخلفية أم التحتية؟ ما في 2 قدام و2 ورا، وعلى الجناب كل جنب فيه عين، ففي 6 فعلا. انتوا متخيلين المنظر اللي انا قاعد قدامه؟ على فكره يا جماعه، بالنسبه للسكتش الكروكي اللي احنا راسمينه ده، ده احد الرسامين عندنا في الراديو حاول انه يرسم احد الاشكال اللي ظهر لنا بيها بوستولو. ما دي مأساة تانية. كم أبدو جميلا في هذه الصورة. كنت أصيف في جامسة وبعدها أخذت لون من التان ورسمني هذا الرسام هذه الصورة الجميلة. كنت انا عندكم بيقلب على رمادي. نعم، وبعد فترة يقلب إلى أسود. سيكون لوني أسود يا هاني. اسود من اللي انا فيه. طب انا سأسألك سؤال، انت فعلا حبيت فخفخينة للدرجة دي؟ نعم، أحبها كثيرا. اصل انت حتى في الصورة ماسك في ايدك شوب فخفخينة وعايش يعني. كل يوم أحتسي 15 كوبا من الفخفخينة. الله ده الدايت بتاعك بقى معمول نعم. فخفخينة اساسا. نعم. طيب انا عايز اسالك سؤال يا بوستولو. بما انك بقى معاشرنا كده بقالك فتره في الراديو، من يناير تقريبا انت معاشرنا. داخلين في 3 شهور تقريبا، شهرين قصدي تقريبا. التاريخ ما يتنسيش برضو. سمعت طبعا اغاني كتير من بتاعتنا، مش كده؟ أحبها كثيرا. طب بتحبي مين من المطربين؟ أحب تامر حسني، عبد الفتاح الجريني. يا سلام. إليسا. طبعا. إليسا إنها كائنة طب فضائية. قول لي اكتر حاجه عجبتك في عبد الفتاح الجريني. إنه يمتلك شعر فضائي جميل مجعد ومشعث يستقبل كل الطاقة الكونية. وأيضا إليسا لديها بعض القنابل الخفية. نعم. طب انا بقول بقى نخرج نسمع الجريني. نعم، أحبه كثيرا. على ما نشوف موضوع القنابل الخفيه ده. يلا يا جماعه نسمع الجريني وادعوا لي. قولك عليا أعيش وأموت يا حبيبي وأنا وياك،
ثواني، ده عمري كله هيسوى ايه لو يوم ما كنش معاك. جنبك على طول خليني ما تغيبش في يوم عن عيني، ده انا لما بقول يا حبيبي قلبي بيرتاح. جنبك على طول خليني على حلم بعيد، وديني هنفكر ليه في امبارح ما هو عدى وراه. تعرف بحس بإيه طول ما انت ويايا، أحلام حياتي بشوفها فيك، حبك واخدني معاك، قلبي بتسكن فيك يا حبيبي وكفاية، تفضل في حضني وعيش معاك كل اللي بتمناه. جنبك على طول خليني ما تغيبش في يوم عن عيني، ده انا لما بقول يا حبيبي قلبي بيرتاح. جنبك على طول خليني على حلم بعيد، وديني هنفكر ليه في امبارح ما هو عدى وراه. جنبك على طول خليني ما تغيبش في يوم عن عيني، ده انا لما بقول يا حبيبي قلبي بيرتاح. جنبك على طول خليني على حلم بعيد، وديني هنفكر ليه في امبارح ما هو عدى وراه. ورجعنا لكم واللقاء الأسطوري، السبق الذي تنفرد به إذاعة بص وطل، وينفرد به برنامج فخفخينة. ما هذا الرعب يا هاني؟ لقد خفت منك كثيرا. أودي هذه الأغنية الرومانسية إلى حبيبتي بص طلي. بسطولي دي يا جماعة الكائنة اللطيفة الرقيقة. لا تتحدث عنها يا هاني. لا ازاي دي؟ إنني أغير كثيرا. لا اللهم كفينا شر غيرته. عموما بسطولي دي النص الحلو بتاع بسطولو. قلت لك أن لا تتحدث عنها يا هاني. الهبابة اللي نزلت مع بسطولو لما استولوا على الراديو بتاعنا وحطوا ايدهم على البرنامج وكتفوني انا وطعيمة وعبد الله. طب حضرتك يعني انا كان نفسي الحقيقة تكونوا مع بعض، بس هي فين النهارده مش منورانا؟ عندها مشاكل
تشكل في القرون، لقد وقع منها إحدى القرون ليلا وإنها عند الميكانيك تصلحه الآن. اوكي، ده بالنسبه لبسطولي. نعم. طب بالنسبه لاخويا طعيمه ما عندكش اي معلومات تطمني عليه؟ هذا الكائن الذي يسمى بالطعيمة إنني متضايق منه كثيرا. هو الآن في المركب الفضائي لأنه تعدى علي بالكلمات والألفاظ. طعيمه؟ نعم. ده عمره ما عملها في حد. نعم. طعيمه ده بلسم. هاني لا تنسى ما حدث لك عندما اختطفناك. لا افتكرت. من الممكن أن يتكرر الآن. أنا في عرضك أرجوك. عندك طعيمة في المركبة الفضائية؟ اشبع بيه. إنني أتعصب كثيرا عندما أسمع اسمه، لا تحرق دمي بقى. خلاص، اللي ما يتسمى عندك في المركبة اعمل فيه اللي انت عاوزه. سوف ننفخه على 103. خليهم 130. نقرا بقى شويه كومنتس لاصدقائنا. عندنا برنسس نودي بتقول انا جيت، ازيكم؟ ازيك يا برنسس؟ تعالي الحقيني في الورطه اللي انا فيها. مرحبا بك يا برنسس، سوف تذهبين معي الى رحله الى الفضاء. يا بختك. مكتوبالك. آية لطفي بتقول مساء الخير، عاوز اسمع اغنيه، عايز اسمع حاجه لماهر زين. انني احب هذا الشاب كثيرا. يا بختك خلاص اترضى عنك كده. سويتي دونا زيزو بتقول ممكن اسمع اغنيه حاضر لمنير بليز؟ هذا الاسم فضائي. طبعا، لا احنا عندنا هنا اسماء فضائيه كتير. عندما اسمع اي اسم فضائي ينير في خيالي، ينير ويشتد الاضاءه. ما هي برضو عايز تسمع حاجه لمنير، لمحمد ينير. بالظبط. سهيلة العطار بتقول أردت أن أقطف وردة لكم فمدت كل الزهور أعناقها إلي. مساءكم ورد وياسمين، هاني ومحمد وعبد الله طبعا. وعايزة أسمع أغنية وائل جسار مشيت خلاص. مشيت إيه؟ ماشية ورايحة فين وسايباني في الورطة اللي أنا فيها؟ تسمعني أن أسألها سؤال بسيط؟ اتفضل. مشيتي إلى أين؟ اتفضلي ردي بقى. أموت في الكوميديا. ردي. طيب أنا عايز أدخل في الموضوع. ادخل يا هاني بس خبط الأول. الموضوع يا جماعة حادث المنطاد اللي حصل امبارح، الحادث الأليم. الحقيقة طبعا كل الأخبار يعني من امبارح بتتناول هذا الخبر من أكتر من زاوية. الحقيقة أنا عايز أقول أن موقع CNN وصف حادث منطاد الأقصر الذي وقع يوم الثلاثاء 26 فبراير اللي هو امبارح بأنه الأسوأ عالميا. ونشر الموقع الخاص بشبكة الأخبار العالمية تقريرا يوم الأربعاء اللي هو النهاردة 27 فبراير سردت فيه الأحداث المماثلة التي وقعت في الأقصر. وقالت يعد حادث سقوط منطاد سياحي في مدينة الأقصر جنوبي مصر والذي أسفر عن سقوط 19 قتيل. سامع عمايلك؟ سوف يكونون 20 الآن. بعدين بقى ده على الأقل بحسب تقديرات وزارة الصحة المصرية هو الأسوأ من حيث عدد الضحايا رغم أنه ليس الأول من نوعه. الحقيقة في أكتر من جريدة تناولت الخبر ده، كان في بوابة أخبار اليوم. إنما اليوم السابع اتكلمت عن رد فعل الحكومة. حكومة أنديل تحاول احتواء أزمة منطاد الأقصر. وزير الطيران يقول نرحب بأي مراقبة أجنبية على التحقيقات في الحادث. العريان يقول يستبعد وجود شبهة جنائية في الحادث والغضب يجتاح العاملين بالسياحة. يا هاني عندي لك سؤال. اتفضل. لماذا هو عريان؟ أليس الجو برد الآن؟ ده على أساس إن أنت اللي مكسي قوي. ولي سؤال آخر تسمح لي؟ أنت والبلوى اللي جايبها لنا معاك من فوق. هل هذا القنديل ينير ليلا؟ لا ده بقى نوره مغطي كل حاجة ليلا ونهارا وعصرا ومغربا وكله. واصل عندنا إلى الفضاء. عندنا رئيس فضائي اسمه محمد كرسي. لا عندكم فعلا؟ نعم. نعم في الانتخابات الأخيرة. وده اللي طفشكم من فوق وجابكم عندنا؟ نعم. ده على أساس إن الوضع عندنا أفضل من عندكم؟ كان يعمل بوكالة ناسي. أنتوا عندكم ناسي؟ نعم. إحنا عندنا ناسا. نعم إيه ده كثيرا. ده ظروفهم قريبة تخيل. نعم برضو ورئيس وزرائكم فوق اسمه إيه؟ اسمه منير وليس قنديل. إحنا عندنا قنديل وفوق منير. الاثنين بينوروا بالليل. لا إحنا بتاعنا بينور بالليل وبالنهار وفي العصر وفي المغرب وفي الفجر، يعني بينور في كل وقت الحقيقة.
طيب يا جماعه ده كان رد فعل الحكومه انه بيحاولوا احتواء الازمه، مش عارف يحتووها ازاي. يحتضنوها يا هاني، هذا هو الاحتواء. يحتضنوها بقول لك ايه، بصطله اسمع، عشان في اتهام موجه لك دلوقتي، خلي بالك. انا دلوقتي هيتوجه لي اتهام بالتستر على مجرم. هل تتذكر يا هاني حينما خطفناك؟ يا عم انا فاهم، ممكن ان يتكرر هذا انت عارف انا عايز اقول لك على حاجه، انا اخرة ما هزهق هقول قدام كل الناس على الهوا ايه اللي اتعمل فيها عشان ما تكسرش عين اكتر من كده. وبعدين انا عايز اقول لك اللي حصل ده ما حصلش بارادتي، فما تتكلمش اكتر من كده بقى، خلاص لو سمحت. لقد عصبتني كثيرا، ربنا ينتقم منك. مني انا برضو، منك انت والبلوه اللي جايبها لنا معاك من فوق. لا تغلط فيها يا عم اجري بقى يا عم، بهرناها المكسور ده، خلصنا بقى. وزير الطيران دلوقتي بيقول لك نرحب باي مراقبه اجنبيه على التحقيقات في الحادث ده، معناه ان في على راسهم بطحه. يعني كيف ايه هذه البطحه؟ يعني لما الجهات اجنبيه تلمح انها عايزه تيجي تشرف على التحقيقات، ده معناه ان هم مش واثقين في نزاهه التحقيقات عندنا. هاني هل هي بطحه كبيره؟ بطحه ايه ده، انت اللي في وكسه كبيره، انت مش فاهم يا بوسطله. دلوقتي بيقول لك في رقابه اجنبيه ممكن تيجي على التحقيقات. نعم. ودول ما بيهزروش، هيوصلوا للفاعل، يعني انت هتتعكش انت ومقارنه مكسور اللي جايبها لنا معاك. لا تغلط فيها، انها عندها تقيح ايضا في بعض الاظافر، الاظفر الثالث عشر. دي ضايعه. طب انت جايبها معاك من فوق ليه؟ بتاخد جلوكوز في احدى المستشفيات هنا كمان. نعم. طب ما كانوا فوق الفضائيات زي الفل وصلعوا ومنورين منذ تولى منير الحكومه ونحن لا جرالكوا ايه؟ اصل ده شبه اللي حصل لنا بالظبط. احنا برضو من ساعة ما منير بتاعنا تولى الحكومة، احنا برضو لا كده بالظبط، حصل لنا نفس الاعراض بالظبط. طيب عموما يا جماعه، اخر رد فعل الحقيقه في الموضوع كان عن لسان السيد عصام العريان. لماذا هو عريان حتى الان؟ لو اي حد في مصر يعرف كنا ارتحنا، يعني المشكله ان محدش فينا عارف. هل هو يقرب الى السيد جودة الملك؟ لا اكيد في علاقه وثيقه، اكيد يعني عريان والملك غريبون انتم اهل الارض. وفي الشتاء، تخيل في الشتاء اللي احنا فيه ده، في الصيف ماذا سيفعلون؟ هل سيقطعون اجلادهم؟ سوف ينسلخون من اجلادهم. انه شيء جيد جدا، وهم بيعملوا كده عاده يعني. طيب السيد عصام العريان بيقول نأمل الا يؤثر حادث منطاد الاقصر على جهود استعاده السياحه. أعرب الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. هل هو سيد ذراع؟ هل هو كائن ليس ببشر؟ لا هو الذراع، هو أيضا ذراع ماشي لوحده كده. هتلاقي دراع كده لوحده. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويخلق ما لا تعلمون، على أساس إن أنا قاعد مع حسين فهمي. نعم. طيب أعرب الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة أنا أخاف كثيرا من الأذرع يا هاني. ده على أساس إن أنا اللي قاعد في طمأنينة دلوقتي بمنظرك ده، ارحمني. هل تتذكر حينما خطفناك؟ يا دي النيلة، من الممكن أن يتكرر هذا. والله متذكر. أنا آخرة ما يفيد بيا هقول لكل الناس على اللي حصل، ارحمني. لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع. أنت اللي مش عايز تتحدث. نعم، يجرح مشاعري كثيرا. وعملتها ليه لما هي جرحت مشاعرك؟ إنني كائن طيب. لا واضح عليكم، باين عليكم. طيب عموما السيد عصام العريان لماذا هو عريان؟ يا سيدي بقول لك لو كنا عارفين كنا ارتحنا. بيقول بيعرب عن امله في الا يؤثر حادث منطاد الاقصر الذي وقع امس على جهود وزاره السياحه والعاملين بقطاع السياحه لاستعاده ملايين السائحين لمصر. الحقيقه بس يعني السؤال اللي بيطرح نفسه، يعني هل يا جماعه في اي حد من اللي شغالين في قطاع السياحه لو بيسمعنا دلوقتي حاسس باي جهود كانت بتبذل لاستعاده السياحه؟ يعني احنا عايزين بس نعرف. بوسطله. نعم يا هاني. افهم من كده ان انتوا اللي كنتوا ورا الحوادث المماثله بتاعه البالونز اللي وقعت في على مستوى العالم. هذا البالون يضايقنا كثيرا ويجرح مشاعرنا. ليه انتوا ما عندكوش بلالين فوق؟ لا. امال في العيد بتهيصوا بايه؟ نطير في الحلل. في الحلل بتطيروا؟ نركب جميعا في حلة واحدة ونحلق في الفضاء. في الحلة؟ نعم. وبالنسبة للغطا بيبقى فين؟ لا يوجد أغطية. اشمعنى العريان؟
بس ده انتم منافسين بقى. نعم. ده حقد بقى. طيب الحقيقه انا عايز اتنقل لخبر تاني. تنتقل الى اين؟ خارج الاستوديو؟ لا انا اقدر اسيبك وامشي او انا اجرؤ؟ لا ما اقدرش. هل تتفكر لا ما اقدرش. حينما خطفناك؟ يا سيدي متذكر، الله يسترك بقى. خلاص استر عليا، استر عليا. اين الكومنت؟ حاضر. اين المعجبين؟ المعجبين حاضر. خلاص يا جماعه اتصلوا بينا على 26 90 66 81. ممكن يحصل سبق بالنسبه لكم كمان ان انتوا لاول مره في الحياه هتكلموا كائن فضائي، ممكن تكون اخر مره لانه ممكن يغضب بعد كده ويحرم ما يرضاش يطلع هوا. ف 26 90 66 81 اي حد عايز يتكلم مع بوستولو. انت يا بوستولي يا حبيبتي. ما عند الميكانيكي بتصلح قرنها، بتصلح قرنها عند هذه الميكانيكي. أغنية جميلة. العنب 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 إنها تموت كثيرا في أكل العنب. طيب عندك كومنتس من معجبينك اللي بتقول عليهم ستوب انا اصلا التوب، بتقول منور يا بوستولو. ستوب انا اصلا التوب برضو بتكمل وتقول بوستولو. عماد الرجام، انا مش عارف اقرا الاسم. اسمه الفضائي. برضو ما احنا عندنا اصدقاء كتير في اسماء فضائيه. يعني عماد هو عارف نفسه بيقول قشطه يا بوستولو. قشطه انني اموت كثيرا في القشطه. كازانوفا محمد بيقول او ماي جاد، وشيك واحمد بيقول يخرب بيت دماغك يا عم. ده انا شايف ان ليك 3 صوابع في رجليك زي السلاحف. يخرب بيتك ايه ده، مفيش اي بنج خالص وعندك كرش ملوش حل. انني احب الكرش كثيرا وينتقل من مكان الى اخر في جسدي. ينتقل؟ يكون نعم. اللهم احفظنا. أحيانا يكون في إحدى الرجل وأحيانا يكون في ذراعي وأحيانا أمسكه في إيدي هذا الكرش وبتمشي بيه في إيدك بقى. نعم. طب بالنسبة لأزمة البنج اللي عندك؟ ما هذا البنج؟ البنج أنني أيضا أبدل الصدر هذا البنج كثيرا واستبدله بصدور الفراخ. صدور الفراخ. نعم. طب أنا أسألك سؤال مهم جدا قبل ما نتنقل للموضوع التاني بتاعنا. هتنتقل من خارج الاستوديو؟ لا مش هنتقل، أروح فين؟ أنت قدري. بتحب تسمع مين تاني غير الجريني؟ أحب أسمع أيضا في أغنية كانت أمي أمي رحمها الله. لا مش وقت الذكريات دلوقتي. أمي يا هاني. لا إله إلا الله. كانت تأخذني وتذهب إلى زحل ونتفرج هناك على كوكب الأرض. كانت تسمعني أغنية كان في واد اسمه الشاطر. عمرو؟ نعم. عمرو؟ نعم. بتاعت عبد المنعم مدبولي. نعم. كان في واد اسمه الشاطر عمرو، لا. وكمان كان في جده بشنبات، وفي وقت الأكل بأمر سي عمرو جده يقعد يحكي حكايات. كان في واد اسمه الشاطر عمرو. تفكرني بأمي يا هاني. معلش ربنا يصبرك يا حبيبي. عايز تسمعها؟ نعم. اسمعها لك؟ أحبها كثيرا. وتخلي سبيلي إلهي يسترك. عبد الله من فضلك اسمع هذه الأغنية. عبد الله عشان خاطر الأخوة اللي بينا شغلها وخلصنا. تتذكر يا عبد الله حينما خطبناك يا نهار اسود وعبد الله كمان شغل يا عبد الله. يلا يا جماعة الشاطر عمرو، الشاطر ودعواتكم. كان في واد اسمه الشاطر عمرو، وكمان كان فيه جده بشنبات، في ميعاد الأكل بأمر سي عمرو جده يقعد يحكي حكايات. كان فيه قرد نبي صاحبه يناديه، يجي يلبيه يديه في ايديه طبلة وراية. وساعات تلاقيه يعمل لك ايه، ديله يلوي الشعلق بيها عالشجراية. وكمان يقدر يمشي على السلك، ولا احسن باليد شوف السر. وكمان يقدر يمشي على السلك، ولا احسن باليد شوف السر.
وده كله عشان متغذي تمام ولا عمره بيرفض اي طعام. كان في واد اسمه الشاطر عمرو، وكمان كان في جده شنبات، في بعاد الاكل بأمر عمرو جده يقعد يحكي حكايات. كان والأستاذ فيل أبو خف تقيل، لابس خلخل فيها شخاليل كده مبرومة ومع التطبيل ومع التهليل، يرقص ويميل ويحط يشيل في الزلومة ويبص بفخر لذاك وكأن الدنيا دي بيته الملك، وده كله عشان متغذي تمام ولا عمره بيرفض اي طعام. كان في واد اسمه الشاطر بسطله، وكمان كان في امه بالجبنبات، في ميعاد الاكل بأمر عمرو انا جاهز احكي له حكايات. يا بسطله مين اللي كان عايز يسمع صوته؟ سمعت؟ ارتحت؟ نعم صوتي. انبسطت دلوقتي؟ نعم. اتمنى تكونوا انبسطتوا زي ما انا انبسطت واستمتعت. ايه رأيك يا بوستولو في الأغنية الجميلة دي؟ إنها أغنية جميلة جدا. لا مش أجمل منك والله. أهديها إلى حبيبتي بوستولي، ربنا يشفيها ويقومها لك بالسلامة يا رب. إنها حاليا يعمل لها عملية نقل أذن. بنقول الأودان ليه؟ فين؟ ودانها راحت فين؟ فقدت أذنها. فين؟ في هذا الكوكب. يا نهار أزرق. يعني هي كانت نازلة بيها وفقدتها هنا؟ نعم وقعت منها. ما أصل خلاص اللي بيقول لك الانفلات الأمني عمل أعمال سودة. إنني أموت في هذا الانفلات. تموت في الانفلات؟ نعم يا هاني. ليه قول لي؟ أمارس فيه بعض الطقوس. الله ده أنت انطلقت بقى. نعم. لا طب ده عموما اخبار هايله جدا. طب الخبر التاني بتاعنا بقى اللي احنا عايزين تعليق اصدقائنا بجد عليه، وتعليقك انت يا بوستولو لان انا بثق في تحليلك جدا يعني. انني محللت في كوكبي قبل ان اهبط الى الارض. الحقيقه أتريد ان احلل مره اخرى؟ لا مش قوي ما تحللش. تحليل دم. اصبر بس اما اقول لك. انا هقول لك اهو. الخبر التاني الحقيقه يا جماعه ليه علاقه برضو بموضوع المنطاد. هل تعلموا ان اول قناه فضائيه أذاعت فيديو لاحتراق المنطاد في لحظة احتراقه وسقوطه كانت قناة الجزيرة؟ وقالوا إن الفيديو ده وصل لهم عن طريق أحد مشاهديهم العاديين، كان بيصور، وأول ما لقى الحادث ده حصل رفع لهم الفيديو على الويب سايت بتاعهم، لحق رفعه فهم ذاعوا. وكمان تعرفوا إن أول قناة وصل المراسل بتاعها بالكاميرا بالعربية بالمعدات بكل حاجة كان مراسل قناة الجزيرة، رغم ان الحادث في الأقصر وهم ما عندهمش مكتب في الأقصر. تفتكروا يا جماعة دي مش علامة استفهام كبيرة؟ الحقيقة ان في بعض الصفحات على الفيسبوك حاولت تربط بين الموضوعين، وخاصة لما تسمعوا الخبر الثالث اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة. انا عايز اسمع رأيكم. استنى جالك اتصال يا عم، جالك اتصال. طب قول. أتتذكر يا هاني حينما يا خطفناك؟ زيني لا متذكر. معانا اتصال هاتفي. الو. ايوه عليكم السلام. ممكن تعلي الصوت شويه؟ الو. طيب في دوشه عندك في التليفون او صوت الراديو يمكن عندك عالي شويه، ممكن توطيه؟ هو الحقيقه الخط مش واضح قوي بس انا سامعك بصعوبه. بس يتحدث هذا الشخص من أين؟ اعتقد ان الاتصال انقطع. من كوكب الزهرة؟ اعتقد انه مش من كوكبنا فعلا. هناك مشاكل في الاتصالات هناك. طب على ما صديقنا يعود الاتصال بينا تاني مرة تانية، عايزين نتناقش في الحكاية دي يا جماعة. فكرة ان احنا دايما دلوقتي عندنا احساس بالمؤامرة ودايما نربط الاحداث. هناك حقا مؤامرة خطيرة. ايه ده؟ انت عندك معلومات؟ نعم يا هاني. طب قول لي. انني انا
هذا المراسل الذي صور هذا الحدث. يعني انت اللي خرمت المنطاد نعم. وانت اللي صورت الحدث؟ نعم. وولعت في الناس؟ ده ايه لقد القدر ده؟ أتت إلى كوكبنا السيدة موزة ملكة قطر أو زوجة أمير قطر وأعطتني حفنة من النقود يا نهار أزرق. والدنانير وقالت لي سوف تجري لي عملية تجميل كما أجرتها على نفسها. بتهرج. كي أصور هذا الحدث. كل ده الشيخ موزة عملته معاك؟ نعم الشيخ. ده هم العلاقات وصلت للفضاء، للكائنات الفضائية. نعم. كمان ده انا كنت فاكر ان هم على قد كوكب الارض وهنا يعني. تأتي عندنا كل فترة. عندكم انتوا؟ نعم تأكل الصبيط الفضائي. صبيط فضائي؟ نعم. انتوا عندكم صبيط زي عندنا؟ نعم. بس يختلف طبعا. نعم. ما طالما بتركب مركبة على حسابها وبتجيلكم يبقى اكيد في اختلاف يعني. نعم تأتي بكبسولة فضائية. كبسولة. نعم. معمولة عندكم بقى انتوا اللي بعتين. ويتعلق فيها أمير قطر. في ديل الكبسولة. نعم. يعني بيجي معاها. نعم. بس الفلوس حلوة والله. نعم جدا يعني يا هاني. عاملين لهم كبسولة وبيطيروا وبيجوا لكم الفضاء. جدا يا هاني. بيقضوا الويك اندات وكده عندكم. نعم. لا ده انا سعيد بالخبر ده. طب يا جماعه احنا كده حصلنا على سبق اعلامي حقيقي، اعتراف من بوستولو بان انا مش قادر اقول والله الكلام ده خطر علينا يعني قانونا. الحقيقه يا هاني بيقول ان الشيخه موزة تعاقدت معاهم بوستولي علشان ينزلوا هنا في كوكب الارض ويعملوا حادثه المنطاد. نعم هذا ما حدث. هم بيقولوا كده. لقد تضايقت كثيرا من هذا المنطاد. طب ممكن اعرف تفتكر ايه مصلحتهم؟ يعني ليه يعني الشيخة موزة تريد أن ترتدي أن هو ده السبب؟ نعم. تخيل ان انا ما جاش على بالي خالص. نعم. ده انا كنت فاكر حاجة تانية. أتريد أن تسمعه مرة أخرى؟ أرجوك. لا هذا هو السبب. يعني بص يا جماعة ده بيأكد لنا السبب مرتين. نعم. ان السبب ان هي ليه اديت له فلوس عشان يخرم المنطاد. لا تخيل دي مفاجأة. نعم. دي مفاجأة حقيقة. نعم. أنا مصدوم. طب يا جماعة في خبر ثالث معانا وهو الخبر الأخير، وده اللي خلى بعض أصدقائنا في صفحات على الفيسبوك وفي مواقع كتير جدا يحاولوا يربطوا الأحداث، يربطوا احتراق وسقوط المنطاد بتواجد مراسل وكاميرا الجزيرة بسرعة خرافية في مكان الحادث، وإن الجزيرة قناة الجزيرة استنى ما أكمل. هاني أتتذكر حينما خطفناك؟ يا دي النيلة لا ممكن أن تتكرر. بص بقى أنا لازم أعمل واجبي الإعلامي للآخر. هتتكرر مش ما تهددنيش. لازم الناس تفهم. يا عم استنى اما اشرح لهم. في ناس رابطين حادثة احتراق يا دي الخير يربطون بحابي. في ناس رابطين حادث احتراق المنطاد بان قناة الجزيرة القطرية كانت اول قناة بتعرض الحادثة فيديو، وان المراسل بتاعهم كان اول مراسل بيوصل مكان الحادث بسرعة خرافية رغم ان ما عندهمش مكتب في الأقصر. انت كنت المراسل برضه. نعم. والخبر الثالث اللي هقوله لكم، الخبر الثالث اللي ورد في أكتر من موقع إخباري وورد في أكتر من جريدة إخبارية، إحنا هنقراه لكم من موقع سبق. بيقول قطر تطلب تأجير الآثار المصرية مقابل 200 مليار دولار. تسمح لي يا هاني؟ أريد أن أضحك. تضحك على إيه؟ على هذا الخبر. ليه؟ أجدادنا الفراعنة هم من بنوا هذه الأهرامات. أجداد مين؟ استنى أجداد مين؟ نعم. أنت هتحور منين؟ نعم. ليه كانوا شبهكوا أساسا؟ نعم. كانوا بقرون وبتاع. تحت نور. كانوا بيروحوا يتعالجوا عند الميكانيكي. كليوفترا. نعم. لا بص انا جالي فتره بقى الحقيقه وابو اللوز نفسي ابت على. لا استنى بس انا والأهرباز ابو اللوز كمان. نعم. ده حلقه زبيب يعني الحقيقه. بص لحد ابو اللوز بقى وكفايه. اهرامات الليزه وابو اللوز. اهرامات النيزه. الليزه نعم. اوكي. وحينما قالوا برغم أنفي فنحن من كسر أنفي. نعم. أتتذكر يا هاني حينما خطفناك؟ أنا مش مستوعب اللي بيحصل ده. طب عموما يا جماعة الصحيفة بتقول أو الخبر اللي في موقع سبق بيقول نقلت صحيفة مصرية عن مصادر مطلعة اللي هي صحيفة اليوم السابع
عن مصادر مطلعة في وزارة الآثار أن دولة خليجية عرضت على الوزارة تأجير المناطق الأثرية في مصر لمدة من 3 إلى 5 سنوات مقابل 200 مليار دولار، بحيث يكون لهذه الدولة وحدها حق الانتفاع بهذه المناطق، وهو الأمر الذي ناقشه مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار يعني في اجتماعه الأخير الذي عقد آخر الأسبوع الماضي. ونقلت صحيفة اليوم السابع عن محمد البيلي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار أنه لم يحضر اجتماع مجلس الإدارة الأخير، لكنه سمع بالخبر مؤكدا أنه حقيقي، لكنه لم يعلم أو لا يعلم حتى الآن موقف الوزارة منه ولا الطريقة التي ستتعامل بها معه، كاشفا أن هذه الدولة هي دولة قطر، وأن هذا العرض قدم من الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثان. أريد أن أقول لك شيء هام. أنا مستنى أسمع وجهة نظرك. أنا على يقين تام أن الشعب المصري كله بيشكر لهم جدا هذا المجهود الضخم، وأنا أيضا أريد أن أشكر. الحقيقة مفيش حد عايز يشكر غيري الحقيقة على الحلقة الهايلة اللي أنا عاملها على الهواء. جهاز شكارة بالكهرباء. طب بص يا بسطولو، نعم يعني أنا مش فاهم موقفك متناقض. منين هي الشيخة موزة مأجراك تخرم المنطاد وبعتتك تعمل مراسل وكمان ودلوقتي عايز تشكر؟ يعني أنا مش فاهم هتشكرهم على يعني مش الشيخة موزة أقول لك هذا السر الدفين في صدري. أرجوك. الشيخة صدرك الصغنن اللي في الصورة ده اللي هو مفيش بنج أساسا. هي أمي. يا نهار أزرق، يعني هي فضائية أساسا؟ نعم. لا نعم فعلا. نعم يا جماعة المفروض ان انا السنة دي اخد لقب افضل اعلامي في العالم. يا جماعة انا عامل سبق محدش في الكون عمل، يعني لقاء مع كائن فضائي وكشفت سر الشيخ موزة. معانا اتصال هاتفي. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. مين معانا؟ معاك احمد عبد الله. اهلا بيك يا استاذ احمد. بتكلمنا منين؟ المنصورة. حضرتك كنت اتصلت بينا قبل كده؟ معلش بس كده الصوت احسن كتير. ماشي. ايه رأيك في الهنا والنعيم اللي انا فيه؟ انا والله صح على الصوت، على صوت البوستولو مش كده؟ سمعت حاجة بالجمال ده في حياتك؟ بذمتك ما هوش مكسوف من نفسه وقاعد بيقول قاعد بتفسح في حلة؟ طب قول لي انت. هل تأتي معي؟ مش مكسوف من نفسك؟ ده عازم حضرتك، ده عازم زيارة كثيرة في الكنكة. روح كده في جنب، ده انا لو طلعت لك الكائن اللي عندي تحت السرير هيجريك قدامه. تربي بطة؟ روح كده. أم أرنب؟ يا ابو كرش. إنه كرش متحرك، هل تملك مثله؟ انت مش مكسوف من نفسك؟ ولماذا؟ مش مكسوف وانت قاعد كده بتتحمى في كنكه وشايل كرشك قدامك. وماله؟ خليت انت الكائنات اللي بالعتبة خليت لهم انت؟ لماذا فاكر يوم ما خطفناك؟ حلوة يا احمد، حلوة عجبتني. ايوه كده رد لي اعتباري. ستخطف انت ايضا يا احمد، استعد. روح انت حبة الكائنات اللي عندنا خطفوك ومش عايز اقول ايه اللي حصل. ربطنا على الكراسي. سأخطفك اليوم يا احمد. انت اخرك كده. اسكت احسن بدأ يزوم. احمد ده بدأ يزوم وده خطر عليا، انا مش خطر عليك لان انا اللي قاعد في وشه. طب الحق اجري بقى. انا عايز اجري فين يا ده؟ انا محبوس. كي اكتم غيظي عنك سأزوم الشهر كله. انت عارف ان بتعمل ايه الوقت يعني عشان ابقى فاهم؟ انت بتزوم رمضان؟ بجد؟ وشيخة موزة وابو اللوز. انها طلعت برضه. ابو اللوز مين؟ قاعد انت تمكع وانت قاعد. الاثار بتاعتهم عندهم اهرامات الليزة وابو اللوز. وتمثال ابو اللوز. يا عم ده انت بتتحمى في كنكه. اهرامات ايه؟ وبيقول لك كان اسمه ايه؟ معبد الايه؟ ايه؟ لا انت قلت ايه حاجه كانت ايه؟ كيلوفترا. كان عندهم كيلوفترا بالظبط، الملكه كيلوفترا. بقول له انا بعدين على الملكه كيلوفترا دي. ستحتف يا احمد. انا عايز اقول لك حاجه قبل ما اقفل. ارجوك. فاكر يوم ما خطفناك؟ نعم اتذكر هذا الحدث كثيرا. فاكر يوم ما خطفناك؟ نعم اهل المنصوره كلهم كرم. نعم يا اخويا. بيقول لك اهل المنصوره كلهم كرم. يبقى انزل كده وانت تشوف. احمد انا حقيقي مش عارف اقول لك قد ايه مكالمتك يعني ادتني ثقه في الحياه ان انا مش لوحدي في الدنيا. يعني اتذكر يا هاني
اهل المنصوره كلهم معايا. تذكر خندامك وطفت اخر مره؟ انا متذكر، بس دلوقتي اهل المنصوره معايا ومش هيهمني منك لو انت ولو بصت لي المقارنه المكسوره اللي عندك دي. متشكرين جدا يا احمد، انا متشكر جدا لتليفونك، وارجوك خليك معايا دايما، ارجوك ما تسيبنيش. ماشي ان شاء الله. ارجوك، شكرا، مع السلامه. الحقيقه دلوقتي يا جماعه انكشفت كل جوانب المؤامره، وعرفنا ايه الرباط اللي بين الخبر الثالث اللي هو الحذاء. يا عم استنى، حذاء ايه بس؟ لا مربوط جيد. انا بتكلم عن الرباط المقدس اللي بيربط الثلاث اخبار ببعض. العرض اللي عرضته قطر على مصر انها تأجر الاثار بتاعتنا لمده 5 سنين، ده نكته يا جماعه. عارفين يعني ايه اجروا الاثار؟ انتوا متخيلين؟ طب يا جماعه قولوا لي تعليقاتكم على فكره حق الانتفاع، يعني حد ياخد حق الانتفاع بالاثار المصريه ويبقى هو لوحده صاحب التصرف. الاثار الثابته والمنقوله، انتوا عارفين في اثار منقوله، يعني عايز اقول لك انه اقول لكم يعني اقصد الاثار، التماثيل مثلا والحليه الفرعونيه والقطع الاثريه زي القطع الحربيه والاسلحه. في حاجات في متحف الاقصر مثلا رهيبه، وفي متحف التحنيط. الحاجات اللي قبل الانتقال هم هيبقى ليهم حق التصرف فيها، يبعتوها اي متحف بره، يعني يعملوا فيها اي حاجه. فقولوا لي يا جماعه، تفتكروا ده وضع سليم؟ يعني حتى لو هيدونا هذا وضع غير جيد 10 اضعاف المبلغ اللي عارضينه، يعني ده وضع سليم؟ انتوا عارفين يا عم استنى، انا بكلم اهل بلدي، انت مالك؟ انت مش من عندنا اصلا، استنى. ان مصر هي خالتي. انتوا عارفين لو قطر يا جماعه اجرت الاثار المصريه تذكرة دخول أي مكان سياحي هتبقى بكام؟ على الأقل $50 أو $100. يعني إحنا ما حدش فينا هيعرف يعتب مكان. حديقة الحيوان دي هيعملوا لك قفص لوحدك أنت ببسطلاية بتاعتك ولا؟ إنني أحبها كثيرا. بعدين بقى إنني أحب حديقة الحيوان. يعني مش عارف أقول لك إيه، يعني أنت بجد مفاجئني. أنت الحمار الوحشي. حرام عليك، وذنبه إيه الحمار الوحشي؟ أحبه كثيرا. فكرتني بأمي موزة. طب بصوا يا جماعة، ده خلاص، ده دخل بقى في الذكريات دلوقتي، ووالدته موزة والملك توت عنخ آمون والملكة كليوباترا. طيب اوكي، بصوا يا جماعة، دلوقتي من آخر المؤامرة اتضحت. قطر عارضة 200 مليار دولار على مصر عشان تأجر الآثار مدة 5 سنين. واتضح كمان ان ده ليه علاقة بان قناة الجزيرة كانت أول قناة صورت الحدث، وكان المراسل بتاعهم هو بوستولو انا اسف. واتضح ايضا كمان ان بوستولو هو اللي خارم المنطاد، وانه قابض من والدته الشيخه موزه عشان يعمل ده. ف اين معجبيني يا هاني؟ لحظه واحده، ماذا كتبوا علي؟ انا كتب لك ايه؟ دول قايلين قصائد. بحبهم كثيرا. ثانيه واحده، كل البوستوليين. هقول لك كل اراء البوستوليين في المهزله اللي انا عايش فيها دلوقتي. لحظه واحده، ده انت عندك اراء كتير جدا يا بوستولو. اقرا يا هاني. ساقرا. ليست معي النظاره. ساقرا. لحظه واحده. ليست معي النظاره. لحظه واحده، انت عايز نظاره تعمل بيها ايه؟ بوستولايه. وبعدين ثانيه واحده، دي نظاره ايه؟ ام 6 عدسات، دي نظاره شكلها ايه؟ بوستولايه وضعت احدى اصابعها في عيني الوسطانيه. طب ما انت لسه عندك 5 تانيين، انت زعلان ليه؟ يشوشون. طيب بص بقى يا سيدي، في عندك ستوب. انا اصلا التوب بتقول لك بوستولو ده اصلا عسل قوي. شكرا. وميدو سكر بيقول بحييك يا بوستولو، اخطف هاني تاني. لا وانت خسران ايه؟ ما هو انت مش عارف اصلا بتخطف بيعمل لي ايه. طيب آية وهيب بتقول حلقة تحفة بجد، منور يا بوستولو، وربنا يشفي لك بوستولي ويقومها لك بالسلامة. انها حامل كمان بكل العاهات اللي فيها دي. طب ربنا يستر على الوليد بقى. ستجيب 12 بوستولي صغيرين يا راجل. ربه في عزك يا رب، ويقعدوا معاك في نفس الحلة. آية وهيب قرينا الكومنت بتاعها. سهيلة العطار بتقول اهداء ليك يا بوستولو وبوستولي الجميلة. لما بتقول لك لما ابوك يزعق وهو في نص الزعيق اديله شوكولاتايه بدون ذكر اسماء عشان الاعلان، وقول له بابا هو انت كل مره بتجوع تقلبها دراما كده، واطلع اجري. نحن حين نزعل ناكل الحديد. اديله حديده وقول له بابا وانت كل ما تجوع تقلبها دراما كده، واطلع اجري، وتقول لك ربنا يقدرنا على فعل الخير. كلما اتضايق اكل 2 سيخ حديد. تاكل سيخين كل ما تتضايق. وانا اقول ازمه المسلح اللي في البلد. حتى تتذكر يا عيني حينما خطفناك. يا دي النيله. حاضر. ايمان بتقول لك انت جامد موت يا بوستولو. شكرا. بتقول لك بقى في سؤال مهم جدا، بتقول قول لي عملتوا ايه في هاني؟
لو عندك الشجاعة الأدبية قول. سأقولها لكم بالإنجليش. No comment. يا راجل طيب. ميدو بيقول لك بيضحك جدا، بيقول لك انت خطفت كل اللي في الراديو يا بوستولو. نعم عبد الله أيضا. امال اشمعنى انا بس اللي مكسوره عيني وقعد كل هل تتذكروا ما فعلناه بك؟ اشمعنى انا يعني؟ كي تتعامل معي بشكل لائق. وانا كده ما بتعاملش بشكل لائق؟ نعم. طيب ربنا كبير. ايه وهيب بتقول احنا عايزين نشوف صور الفرح بتاعتك يا بوستولو مع بوستولي. نعم جميلة جدا، بس أثناء الفرح كان عندها بعض المشاكل في الرأس فكانت بدون رأس. يعني انت اتجوزتها من غير راس؟ نعم. الراس جات لك بعدين؟ نعم بعد الدخله استوردناها من كوكب زحل. استوردتوها؟ نعم. يعني انت دخلته من غير راس؟ نعم. طب للأسف الشديد. لا مفيش مشاكل مفيش مشكله. طب بالنسبه سويد بس يا عبد الله، ما هو في الاخر انا اللي بتهدد مش انت بس يا عبد الله. لا ارجوك أتتذكر يا عبد الله حينما خطفناك؟ من الممكن أن يتكرر. طيب سويتي دونا بتقول ممكن بوستولو يغني لنا اغنيه ويهديها لحبيبته. هو لسه مغني لنا كان في الشاب الواد اللي اسمه شاطر عمرو بالظبط. سميه فريزي بتقول على فكره هل بوستولو عسل وبيجنن والاغنيه روعه. أنت من لبنان؟ اكيد. إني بنموت في التبولة كمان. دي بتعملوها بالمسامير بقى ولا ايه؟ نعم بالمسامير والصواميل. والصواميل أيضا بالظبط. وعليها زيت عربيات. ما انا توقعت زيت مركبات قصدك. نعم بموت فيه. زيت مركبات. ميدو السكر بيقول بص يا هاني انتوا تشغلوا بوستولو مخبر. الله تصدق نعم. فكره حلوه. نعم إنني أجير. نعم. ما انت متأجر اما ده فعالك هناك. لا تذكرني بأمي موزة. لا تذكرني بأمي موزة. بحبها كثيرا. ما الحقيقة انا حاسس اني بحلم وحد هيصحيني. سحايب شوق بتقول هايل يا بوستولو. شكرا يا سحايب. الحقيقة يا جماعة أنا الحقيقة مش عارف أقول إيه. على قد ما أنا سعيد بالسبق الإعلامي اللي أنا حققته النهاردة. أنا أول إعلامي في العالم يعمل لقاء مع كائن فضائي، وأول إعلامي في العالم يكشف سر غموض انفجار أو حريق وسقوط المنطاد، وسر العرض الساخي اللي عرضته علينا دولة قطر علشان تأجر الآثار بتاعتنا، وأيضا سر تواجد قناة الجزيرة قبل أي قناة تانية في مكان الحادث. رغم سعادتي كل حاجة أنا مش سعيد أبدا باللي هيحصل لي دلوقتي بعد ما أقفل معاك واختم البرنامج. هقرأ آخر 4 كثيرا يا بوستولي. لا ده بدأ يستدعي الذكريات. وحشتيني كثيرا. يناجي الحبيبة. ودي هذه الأغنية من فضلك يا هاني. ممكن أن أغنيها؟ طب في أحد أصدقائنا ممكن أن أغنيها؟ هتغني حاضر. ممكن. هنقفل بيها بس اسمع. سوف أغنيها. هدي أعصابك. سوف أغنيها يا عم هنقفل بيها حاضر. حتى تذكريها نحن. يا دي غني. إليك هذا يا بوستولايا. عارفة مش عارف ليه بتولش بيكي وكأنك من. خلاص نعم كده الأغنية هي فهمت بقى. هي ستتعرف على باقي الكلمات. نحن بيننا شفرة مفقودة. اوكي انا فهمت. ما اصل انتوا طبعا احنا اصل عقلياتنا ما تجيبش الكلام ده يعني. احنا غيركم خالص. احنا غير ده، غير مش عشان احنا بني ادمين، ده عشان احنا مصريين فالموضوع يختلف. طيب انا عايز اقول لكم انه في عندنا سهيلة العطار بتضحك جدا، واحمد ميدو بيقول ازيك يا بوستولو انت منور والله. نعم انا منور. هل انت بائع عطارة شطة وكمون وهكذا يا عطار؟ امي موزة كانت تطبخ بالتوابل. دي سهيلة العطار. ذكرتني بامي. يا دي الخير. ذكرتني بامي موزة. طب اعمل ايه في الحلقة دي؟ أسماء الشامخ بتقول لولا ثقتهم في قيمة الآثار دي وقيمة دخلها السنوي ما كانوش عرضوا العرض ده، وأكيد احنا مش هيوصل بينا الغباء للموافقة على مثل هذا العرض الأبله. ومش بعيد شوية يقول لك الآثار دي بتاعتنا وبوضع اليد ما هي هتبقى هيصة بقى. ولا أنت رأيك إيه يا بوستولو يا جامد؟ هذه الآثار ملكنا. إيه رأيك؟ لا آثار ملكنا. ملكوا أنتوا مين؟ نحن الفضائيين. أنت تهزر. لا بص بقى لحد هنا وهقول لك مطرح ما تحط راسك حط رجليك، واللي عايز تعمله فيا اعمله واللي عايز تقوله قوله.
لا 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 لحد توت عنخ امون ولا ليمون. توت عنخ امون. ولحد كيلوفترا انا ما بتفهمش. واهرامات الليزه. واهرامات الليزه والنيزه والكوانيزه مش هتفاهم. وابو اللوز وابو الفستق مش هتفاهم. اهرامات. طيب والاقصر واوسان. طب اتفرج جالك زباين عندك ستوب. انا اصلا الطب بتقول لك انا عاوز اتخطف يا بوستولو. انك جميله جدا. هنيالك يا ستي هنيالك. طب مش تعرفي الاول انا حصل فيا ايه قبل ما تقولي انا عايز اتخطف؟ يعني مش قبل ما تعرضي العرض السخي ده تعرفي طبيعه اللي جرالي لما انا اتخطفت؟ طب يا جماعه انا حقيقي كنت سعيد بلقائك يا بوستولو. شكرا كثيرا يا هاني. ونتمنى الشفاء العاجل لبوستولي. لا تذكرني بها لقد وحشتني كثيرا. وانا هحلفك ببوستولي افرج عن طعيمه. لا عشان خاطر ربنا. لا ارجوك. انا كده فهمت. لا كده بوستولي تفهمك انا ما افهمكش. في الاول تقول الناس تصبحوا على خير عشان ليا ليك خبر حلو قوي. بعد ما اقول لهم تصبحوا على خير. طب يا جماعه انا كنت سعيد جدا بلقائي معاكم النهارده. ارجوكم كلكم تتضافروا في ان انتوا تطالبوا بالافراج عن طعيمه. كلكم يا عم استنى بقى. تتضافروا كلكم وتطالبوا بالافراج عن طعيمه. ارجوكم يا جماعه لان انا متاكد ان طعيمه دلوقتي في اتعس حالاته. وانتوا على فكره هو بيكذب يعني. بوستولو مش صادق. انتوا معتقدين ان بوستولي بتروح بتصلح قرنها عند الميكانيكي. ولكني اتجلد. بوستولي هي اللي واقفه حراسه على طعيمه. فانتوا مش متخيلين. اهو اتفضلوا عرفتوا. فارجوكم يا جماعه نتضافر جميعا للافراج عن صديقنا. طيب نتضافر يعني نضرب ضوافرنا في كرشك انت بوستولي بتاعتك دي. ام قرن مكسور. اريد ان اسمع في النهايه ماهر زين. وتسيب طعيمه. اهداء الى اختي وزميلتي الفضائيه آية لطفي. طب وهتفرج عن طعيمه؟ لا مفيش ماهر زين خلاص. إلي لك خبر صار. أتتذكر آخر مرة حينما خطفت؟ برضو؟ ستتكرر الآن. هيا بينا نسمع ماهر زين. تصبحوا على خير. باي باي. أشوفكم يوم الاثنين الأربع. باي باي. Special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair.
الله صلي وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهدي خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and